اعتزال شخصية فنية معروفة جدا بعد انكشاف فضيحة كبيرة. هذه الفضيحة القادمة ب23. وكنقول انه هنا فين تصورات فعلا هذه صحراءنا المغربيه اللي صورت فيها. لا انا اتحدث عن موضوع اخر، عن يس انا كنعطيك اكزامبل وعاد نرجع لك هنا. السلام عليكم برادرز، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم عند هانز عاوتاني في حلقه جديده. قبل ما نبداو دير لايك ودير سبسكرايب. شكرا بزاف على السبورت ديالكم الدراري، نشوفكم كاملين تحت في الكومونتيرات. يلا الصاط يلا هبط باش بلا ما نطولوا الدراري في هاد الهضره بزاف. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي راه رائج حاليا، هو هاد البلان اللي وقع لسعد المجرد، كيفاش تحكم عليه ب6 سنين الحبس. ونعطيكم الراي ديالي ونعطيكم الوجهه ديال النظر ديالي من هادشي اللي كنشوف، ونشوفوا الاراء ديال الناس الاخرين شنو كيقولوا، ونشوفوا الاراء تاع بعض، نشوفوا واش عندهم الحق ولا غير كيخربقوا. ما نطولوش بزاف، نبداو الفيديو من بعد الانترو. يوسف الخوت معكم هانزون، ويلكم باك فيديو جديد. في اساطير الكونغ فو باندا نشأ في حي. كما شفتوا الدراري، سعد المجرد تحكم عليه ب6 سنين ديال الحبس من بعد ما واحد الواقعه كانت وقعات في 2016 ديال الاعتداء والضرب والغاب وشي حاجه بحال هكا. اراء انقسمات الدراري، بنادم كاين اللي كيسيبورطيه كاين اللي ما كيسيبورطيهش، ولكن الاغلبيه ديال المغاربه وديال المشاهير في المغرب سيبورطاوه وقال لك حنايا معاك وكذا. وكاين اللي خرجوا بعض النظريات قال لك مؤامره ما مؤامره وهذا الشيء فيه إنا. المشكل اللي عند المغاربه صات هو ما كيقلبوش وما كيديروش واحد البحث ولا غير شويه صات. فمن بعد ما شفت واحد الفيديو صات كيهضر على سعد المجرد، لقيت بانه كان ديجا متهم في هذه القضايا بزاف ديال المرات. بسنة 2010 تم القبض على سعد المجرد بنيويورك بأمريكا بتهمة ضرب بنت كمان، وسمحت له المحكمة بالكفالة، فطلع من السجن وهرب من البلد وما رجع للمحكمة. بعديها بسنة 2015 بنت مغربية بمدينة كاسابلانكا بالمغرب كمان اتهمت سعد المجرد بنفس التهم هاي، ضرب. وبسنة 2016 صارت القضية اللي عم نسمع فيها هاي. وبسنة 2018 يعني بعد القصة دي كلها، في بنت بمدينة سان تروبيه بفرنسا كمان اشتكت عليه بنفس التهمة هاي، وتم القبض عليه وقتها، دفع كفالته اللي كانت $170,000 ولهلا ما تحدد موعد لهديك المحكمة. وبعد التهمة هاي تحديدا 2018 المحامي اللي عينه ملك المغرب لسعد المجرد ترك سعد المجرد، استقال. هاي بحد ذاتها تحكي لك انه المحامي شافه مجرم. اخويا انا ما عرفتش واش دارها ولا ما دارهاش، ولكن لا دارها راه يستاهل، لا ما دارهاش وكان غير مظلوم ندعيو مع هاد الدراري اللي يطلق سراحه. كنرجعوا لواحد البلان ديال انه ربي ما جاش وحرم بحال هاد العلاقات بحال هكا الغير شرعيه غير هكاك، الا هو عارف بلي هادشي كيقدر يعطيك بعض المشاكل. من الاحسن الدراري كل واحد يشد طريق الله ويبعد على التخربيق، حيت راه غادي يخرج غير عليك. هو سعد المجرد حتى صاوب حياته وتزوج وقد كل شيء، وبدا كيدفع في الثمن ديال داكشي اللي دارو في الماضي فاش كان فتى طائش كما كنقولوها. وما نلقيوش اللوم غير على سعد المجرد الصاد. حتى ديك ختنا شدك تمشي مع واحد للدار ما كتعرفيهش. كما كتعرفوا الدراري، فاش كنشك في شي حاجه كنتصل بالصديق ديالي المحقق هانزو، كنعطيه القضيه اللي عندي، هو كيدير الابحاث ديالو وكيدير التحقيقات ديالو، ومن بعد كيجمع لي كلشي داكشي في واحد الدوسي اولا واحد الاستنتاج اللي يقدر يوصل له المحقق هانزو من بعد دوك التحقيقات اللي دار. انا ما عندي حتى شي علاقه بها، هذه غير مجرد نظريه ولا واحد الاستنتاج وصل له هو. فالدراري انا غادي نخليكم مع المحقق هانزو يطرح عليكم ديك النظريه والاستنتاج ديالو، نعطيكم القصه بخلاصه وداكشي اللي شاك. فمحقق هانزو اليك الكلمه. القصه بدات نهار 26 اكتوبر 2016 فين سعد المجرد كان في باريس باش يغني في قصر المؤتمرات من بعد ما توصل بدعوه. سعد غيمشي ينشط في واحد الملهى ليلي، هنا غيتلاقى بلورا الانسان اللي اتهمته بانه اعتدى عليها. غينشطوا مزيان، من بعد غيطلب منها يمشيو لواحد الفندق. بطبيعه الحال هي وافقات وبالرضا ديالها. هاد الهضره اللي سمعتو دابا قالها سعد المجرد وقالتها لورا، يعني حتى لهنا بزوج بهم متفقين في هادشي اللي وقع. قررت ندير واحد البحث بسيط على معنى الاغتصاب بالنسبه لبعض الناس كيفاش كيعتبروه، ولقيت بانه هو فاش البنت كتندم كتنوض كترفع دعوى على داك الشخص اللي مشات معاه بالموافقه ديالها وبكامل قواها العقليه، ما جرها ما اختطفها ما بزز عليها تمشي معاه، مشات لراسها ومن بعد ندمات ناضت رفعت عليه دعوى بانه اعتدى عليها. وهادشي بالضبط هو للاسف هو اللي كيدافعوا عليه بعض الحقوقيات النسويات، واللي هما في نفس الوقت كتلقاهم كيطالبوا باسقاط قانون 490 اللي هو تجريم العلاقات الرضائيه. عنده حريه شخصيه يدير اللي
يعني ما كايناش القانون اصلا يتدخل في هادشي. ستكون ليغال. الا جينا نقلبوا مزيان غنلقاو بلي حتى واحد ما عاتب ديك لورا حيت مشات لملها ليلي ونشطات وشربات وتعرفات عليه في ديك الليله ومشات معاه في ديك الليله وما كتعرفوش. كيبقى هذا سؤال وجيه اللي خصك تلقى الاجابه ديالو. اش داك تمشي مع واحد ما كتعرفيهش واللي كيقول بلي هذا الشيء عادي وما كاين حتى شي مشكل في انك تمشي مع واحد؟ فما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثه. هذه قاعده وهذه واحد معلومه خصها تكون عندك في الراس دايما. التحقيقات ديالي غتبدا هنا. كيفاش مشات معاه للوطيل بسهوله؟ يعني اجي يلا معايا صافي واخا. هذا الشيء كيدخل الشك. حاجه اخرى، الباب تاع الغرفه اللي كانوا فيها كان مفتوح، يعني عادي تحلو غتقدر تخرج، ولكن حسب الاقوال ديالها فاش تعدى عليها مشات كتجري للحمام وسدات عليها. وهنا قالت بانها تفكرات بلي التليفون ديالها باش تطلب النجده باقي في الغرفه. سبحان الله، هي ما غوتات ما قصدات الباب باش تهرب ما والو. من بعد لورا قالت بانها خرجت من الحمام ولقات بلي سعد ولا ظريف ولا انسان عادي، ما بقاش انسان وحشي ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي وقع فجاه. هزات التليفون ديالها ولكن ما صوناتش الصوت على البوليس ولا صونات على شي واحد، لا هربات من الغرفه من لوطيل وتمشي لا الكسيدي شافت له في عينيه وقالت ليه انت وحش. Je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit mais tu es un monstre. ونزيدكم قالت بان سعد صنع الاستقبال وطلب منهم الثلج باش تحطهم على الجروح ديالها. هنا غادي نطرح عليكم واحد التساؤل. غادي يجي واحد الانسان جايب معاه ثلج، منطقيا انت غادي تغوتي ولا غادي تقولي ليه اعتقني ولا شي حاجه بحال هكا، حيت راه جا واحد الانسان ثالث. ولكن لورا مسكينه لا، شدات داك الثلج ودارتو على الجروح ديالها. هنا غادي نطرحوا واحد الفرضيه، زعما فاش دخلت الحمام ما تكونش هي اللي جرحات راسها كيف ما دار البروفيسور ديال لا كاسا دي بابيل فاش كان متهم بانه اعتدى على واحد البوليسي. دخل حتى هو للحمام وهز واحد الصابونه وبقى كيضرب راسو وهكا قدر يغلب داك البوليسي في ديك القضيه. في الصباح بلغات البوليس وجاو اعتقلوه. سبحان الله، في ديك الوقيته اللي جاو البوليس باش يعتقلوه واحد السياره اخرى كانت في الباب تاع لوطيل ومعاه جاو خارجين شادينو. قدرات ديك السياره انها تصور شكون كان في ديك السياره الله اعلم. وهذا الحدث وقع قبل 3 ايام من واحد من اكبر الاحداث في الكارير ديال سعد المجرد اللي هو يغني في قصر المؤتمرات. من بعد غادي تنشر الخبر ديال الاعتقال ديالو. فهنا كانت واحد ضربه معلم لواحد الانسان اللي واصل الماكسيموم ديالو، واصل البيك ديالو. السؤال اخر كيتطرح، علاش القضيه خدات 7 سنين؟ 7 سنين من 2016 حتى لدابا عاد غادي تفتح وغادي تصدر الحكم، وعلاش جات حتى لهذا الوقت بالضبط اللي كاينين فيه هاد النزاعات عدبان؟ صراحه هذه مجرد فرضيه ومجرد نظريه ديالي ومجرد بعض التحقيقات اللي قدرت نوصل لهم. ما عرفتش، ما كاين حتى شي دليل كيثبت بان سعد مذنب وما كاين حتى شي دليل كيثبت بانه سعد بريء، فهذه مجرد نظريه والمجرم بريء حتى تثبت ادانته. وهنا غادي نكون ساليت التحقيق ديالي. هانزو اليك الخط. هجوم كبير على الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك بعد طلبها الطلاق من زوجها اللاعب المغربي أشرف حكيمي بسبب اتهامها باغتصاب فتاة داخل منزله في باريس. المهم الدراري ايش بان لكم في هذا الموضوع؟ كما قلت لكم انا الراي ديالي واضح اصلا. درتها راك غتعاقب، ما درتهاش راك غادي ربي غادي يسهل عليك وغادي يفضح، غادي كل شيء يبان. انا هادشي اللي كنامن به انايا، وهادشي اللي كاين الدراري في هذا الفيديو. ما تنساوش لايك سبسكرايب. تلاقاو في الفيديو الجاي. كان معكم هانزو وتهلا.